عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في فيديوهات تانية عن المنادى المضاف والمنادى الشبيه المضاف والنكرة الغير مقصودة، والفيديو ده هيتكلم إن شاء الله عن المنادى المبني، وده إن شاء الله هيكون آخر فيديو لدرس النداء بالكامل، ونبدأ نخش في درس البدل إن شاء الله. نبدأ بعنواننا وهو المنادى المبني. المنادى المبني، احنا قلنا المنادى المبني يبنى على ما يرفع به، اما المنادى المعرب دايما حكمه النصب، يعني الثلاث انواع بتاع المنادى المعرب بيكون لما تيجي تعربه بيكون منصوب. المنادى المبني ده يبنى على ما يرفع به. المنادى المبني كان ليه ثلاث انواع. اول نوع وهو المنادى النكره المقصوده، ونوع تاني اسمه العلم المفرد، ونوع ثالث اسمه نداء ما فيه ال أو معرف بال. هناخد أول نوع كده وهو رقم 1، المنادى النكرة المقصودة. المنادى المبني ده منادى سهل جدا، مش محتاج حاجة. هو أصعب منادى، أنا بعتبره أصعب منادى، وهو المنادى المعرب. المنادى المعرب اللي هو المنادى المضاف والمنادى الشبيه المضاف والمنادى النكرة غير المقصودة، دول أي كلام، يعني أعتبره أي كلام، وقليل أوي لما بيجي في الامتحانات. أكتر منادى بيجي في الامتحانات وهو المنادى المعرب، وأكتر منادى مخصوص بيجي في الامتحان وهو المنادى المضاف، عشان هو أكتر منادى بتلاقي فيه في الامتحان وليه أفكار كتيرة، وهترك لك اللينكات كلها هتبقى في الوصف إن شاء الله. قلنا المنادى النكرة المقصودة قلنا إن هو منادى مبني، والمنادى النكرة المقصودة قلنا إن هو يبنى على ما يرفع به في محل نصب. كده يبنى على ما يرفع به في محل نصب. يعني واحدة واحدة، أنا بكتب لك كلام نظري دلوقتي وبناخد مثال بيظبط لي الكلام ده كله. أول حاجة بيكون زي المنادى النكرة الغير مقصودة، بس شكله مرفوع. أنا بكلمك بالعامية عشان تفهم. المنادى النكرة المقصودة بيقول لك شبه المنادى النكرة غير مقصودة بس شكله مرفوع. يعني احنا عارفين المنادى النكرة غير مقصودة ماله؟ منادى معرب، والمنادى المعرب منصوب، يعني بنقول المنادى النكرة غير مقصودة منصوب. لا، هو بيقول لك المنادى النكرة مقصود زي اللي غير مقصودة، ايوه، بس بيكون شكله مرفوع. هناخد مثال نظبط الكلام ده. مثال: يا مؤيد أنت موفق. يا مؤيد أنت موفق. أول حاجة عشان تحل أي مثال من دول، أول حاجة تدور على جملة الطلب وتحاول أنت تفصلها عشان تقدر تطلع نوع المنادى. يا مؤيد أنت موفق، فصلنا جملة الطلب. أنا مش عايز الجزء ده، أنا عايز أحدد نوع المنادى. أول حاجة عندي أداة نداء، يبقى أكيد ده أسلوب نداء صح، يبقى أكيد بعدين منادى. أول حاجة أبص، مؤيد دي كلمة، هل يجي بعدها مضاف إليه؟ لا والله بيجي بعدين مضاف إليه، يبقى مش منادى مضاف. طب منادى شبيه مضاف، هل هو منون يجي بعديه كلمة؟ لا، هو مش منون ولا يجي بعديه كلمة. طب هو نكرة غير مقصودة؟ طب نكرة غير مقصودة لازم يكون منون، هل ده منون؟ لا، ده لو منون ده محطوط عليه ضمة، يبقى معنى كده ان هو مش منون. طب نخش على المنادى المبني. هل هو منادى نكرة مقصودة؟ ايوه، هو مؤيد ده مرفوع، وقلنا المنادى النكرة المقصودة بيبنى على ما يرفع به، يكون شخص. وقلنا ان المنادى النكرة غير المقصودة زي المنادى النكرة المقصودة بس شكله ايه؟ شكله مرفوع. يبقى يا مؤيد، بص، يا مؤيد بالضمة. وقلنا اساليب التنوين بتكون ثلاث انواع: فتحتين، كسرتين، ياء ونون. هنا ضم، يبقى ضم. اول ما تلاقي الضمه دي على طول يبقى على طول منادى نكره مقصوده. هي مؤيد، يبقى مؤيد دي تعرب ايه؟ مؤيد دي تعرب منادى نكره مقصوده. نكره مقصوده
مبني على ايه؟ مبني على الضم. غير المضاف والمنادى النكره الغير مقصوده. لو لقيت بعدين مضاف اليه يبقى منادى مضاف. طيب لو لقيته مضموم يبقى منادى نكره مقصوده مبني على الضم في محل نصب. ناخد مثال تاني. مثال: يا مسلمون اتقوا الله. يا مسلمون اتقوا الله. واحدة واحدة كده عشان تعرف تعرف المثال ده وتطلع المنادى وتعرف تعربه بطريقة الصحيحة. أول حاجة عشان تحل مثال زي ده فلازم تفصل جملة الطلب عشان تقدر تحدد نوع المنادى. أول حاجة أنا بقول يا مسلمون اتقوا الله. أول حاجة اتقوا الله جملة طلب، أنا مش عايز الجملة دي، أنا عايز دي. أول في حاجة أداة نداء يجي بعديها مسلمون. هل المسلمون دي منونة؟ طب يجي بعدها مضاف إليه؟ لا مش يجي بعدها مضاف إليه ولا جت منونة، عشان المنونة قلنا بالفتحتين، مش في فتحتين ولا في كسرتين ولا في ياء، ده في واو ونون. يبقى هو لا منادى شبيه مضاف ولا نكرة غير مقصودة. أدخل على المنادى المبني. هل هو منادى نكرة مقصودة؟ أيوه. ليه؟ لأن واو ونون هنا مرفوعة، مسلمون دي مرفوعة بالواو، يبقى على طول كده تعرب منادى نكرة مقصودة مبني. هنا مبني على ايه؟ مبني على الواو عشان جمع مذكر سالم، مبني على الواو في محل نصب. هو ده اعرابها الثابت. بتكتب مبني على ايه بقى؟ زي ما انت بتشوف من الاعراب، مبني على الواو في محل نصب عشان هو جمع مذكر سالم. هاخد مثال كده عشان ابين لك، يعني هديك مثال من نفس النوع ده ابين لك الفرق بين النكره المقصوده غير مقصوده ومنادى النكره المقصوده. بسم الله. ناخد مثال. بيقول لي يا مسلم اتق الله. يا مسلما اتق الله. يا مسلما للحق أو متمسكا بالحق، خليها متمسكا بالحق. يا متمسكا بالحق أنت عظيم. أول حاجة بيقول لي وضح الفرق بين المنادى. مديني 3 أنواع هم. بيقول لي يا مسلم اتق الله، ويا مسلما اتق الله، ويا متمسكا بالحق أنت عظيم. أول حاجة عشان تحدد نوع المنادى فلازم تفصل جملة الطلب عشان تحدد نوع المنادى. يا مسلم اتق الله، يا مسلم اتق الله، يا متمسكا بالحق اتق أنت عظيم. أنا مش عايز ده ولا ده ولا ده. أول حاجة تحدد جملة الطلب. أول حاجة يا مسلم. يا مسلم هنا مرفوعة مش منونة، يبقى لو مش منونة يبقى هي ولا شبيه مضاف ولا كلمة مصدر. طب هلاقي بعد مضاف إليه يبقى مش مضاف إليه. هل دي مضمومة يا مسلمون، يبقى دي منادى نكرة مقصودة. منادى نكرة مقصود، دي منادى نكرة مقصودة، منادى نكرة مقصودة. طب هنا يا مسلما، بص في تنوين هنا، تنوين بالفتح، يبقى على طول وانت طب بص هنا في تنوين، هل يجي بعد كلمة؟ والله ما في يجي بعد كلمة، يبقى ده منادى نكرة غير مقصودة. ده نكرة غير مقصودة، منادى نكرة غير مقصودة. هنا يا متمسكا بالحق يجي تنوين يجي بعد كلمة أو لفظ، يبقى على طول إيه؟ منادى شبيه بالمضاف. منادى شبيه ايه؟ منادى شبيه بالمضاف. تمام. احنا كده غطينا كل حاجه عن منادى نكره مقصوده، وهو منادى سهل جدا جدا، واصعب نوع وهو المنادى المضاف. اهم حاجه تركز عليه هو المنادى المضاف، باقي المنادى اي كلام. ندخل على المنادى الثاني من المنادى المبني وهو رقم 2، وهو المنادى العلم المفرد. وده منادى سهل جدا جدا جدا. اعرفه ازاي؟ بيكون سهل جدا. اسم بلد او اسم شخص. اسم بلد او اسم شخص، ودي حاجه سهله او بسيطه جدا. اسم بلد او اسم شخص نفس النظام زي المنادى لكن المقصود يبنى على ما يرفع به في محل نصب. هو زي المنادى النكره المقصوده، اعرابه زي المنادى النكره المقصود. ناخد مثال. المنادى العام المفرد ده قليل جدا لما بيجي في الامتحان. تمام. بيقول لي مثلا يا محمد
اشتهت مثلا، يا محمد اشتهت. اول حاجه تفصل جمله طلب اهي اشتهت يا محمد. هنا محمد ده اسم انسان صح؟ اسم انسان. اول ما تلاقي اسم انسان جاي بعد اداه النداء يبقى على طول وانت مغمض منادى علم مفرد مبني، محمد مبني على الضم في محل نصب. ده الاعراب الثابت، ده الاعراب الايه الثابت. ناخد مثال تاني عشان نظبط الكلام ده كله. يا مكة لقد، يا مكة لقد اشتقت إليك، لقد اشتقت إليك، ربنا يوعدنا بها يا رب. لقد اشتقت إليك. أول حاجة لازم أفصل جملة طلب، يا مكة لقد اشتقت، أنا مش عايز دي. أول حاجة يا مكة أحد النوع، لقيت اسم بلد جاي بعد أداة النداء يبقى على طول منادى. ده منادى سهل جدا، منادى علم مفرد مبني على الضم في محل نصب، في محل ايه؟ في محل نصب. منادى علم مبني على الضم في محل نصب. ناخد ملاحظة كده، بيقول لي لاحظ عند نداء الاسم المعرف بال، عند نداء الاسم المعرف بال نأتي بكلمة أيها وأيتها. يعني احنا لما نيجي ننادي بأيها وأيتها. أيها دي للمذكر، دي للمذكر، وأيتها دي للمؤنث. يبقى أيها للمذكر وأيتها للمؤنث. ناخد مثال على الملاحظة دي عشان نفهم الملاحظة دي. احنا كنا عند نداء الاسم المعرف بال نأتي بكلمة أيها أو أيتها، وقلنا أيها للمذكر وأيتها للمؤنث. مثلا مديني كلمة اسمها المواطن، وبيقول لي حط لي الكلمة دي في أسلوب نداء. حطها ازاي؟ أول حاجة الكلمة دي فيها ألف ولام، اسم معرف. احنا قلنا الاسم المعرف بقى فيها ألف ولام ولا لا؟ فيها ألف ولام. لازم نحط كلمة أيها أو أيتها قبل أداة النداء. هنقولها ازاي؟ يا ده مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، يبقى هستخدم أيها. يا أيها المواطن، يا أيها المواطن. بص بقى على الكلام الجاي ده عشان الكلام ده المهم. الملاحظة دي بتتكرر كتير جدا 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 في الامتحان، جدا جدا بتتكرر كتير. فهنا اعرابها ثابت، اعراب الجملة دي بتكون ثابتة في أي حاجة. نعرب أي اللي هنا دي، أي دي أي تعرب منادى نكرة مقصودة. تعرب إيه؟ تعرب منادى نكرة مقصودة. منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب. دي إعرابها ثابت ما بيتغيرش. أي في أي دي إعرابها ثابت مش بيتغير. منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب. طب الهاء اللي فيها، الهاء ده برضك إعرابها ثابت، حرف تنبيه، حرف تنبيه ليس له محل من الإعراب. ده إعرابها ثابت. أيها إعرابها ثابت. المواطن أي كلمة يجي بعد أيها وأيتها على طول وأنت مغمض، أي كلمة بعد أيها وأيتها يعرب نعت. المواطن تعرب نعت مرفوع، نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ده إعراب ثابت. الجملة دي إعرابها ثابت مش بيتغير، مش بيتغير. تاني إعرابها ثابت مش بيتغير. عندنا كلمة المواطن لأنها في ألف ولام وقال لي حطها في أسلوب نداء. يا أيها المواطن، خدنا أيها ليه مش خدنا ياتها؟ عشان المواطن ده مذكر. أي إعرابها ثابت، منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب. الهاء ده حرف تنبيه ليس له محل من الإعراب. المواطن أي كلمة يجي بعد أيها أو أيتها يعرب نعت مرفوع، يعرب نعت مرفوع. اي كلمه يجي بعد ايها وايتها يعرب نعت مرفوع من رفعه الضمه، سواء كان بقى لا هنا الضمه عشان هو مفرد. تمام. ناخد مثال تاني عشان نظبط الملاحظه دي، عشان الملاحظه دي من اكتر الملاحظات اللي بتتكرر في الامتحان. مثال بيقول لي المواطنه هعمل ايه؟ اول حاجه احطها في الصوره ده هقول يا ايتها عشان دي مؤنث، يا ايتها المواطنه. نفس الاعراب هيكون زيه. ايتها الاي منادى نكره مقصوده، الاي منادى نكره مقصوده
وهيكون الهاء برضك حرف للتنبيه، وبرضك المواطنة هتبقى نعت مرفوع برضك، نعت مرفوع. تمام. فده اعراب ثابت. الملاحظة دي او الاسلوب النداء ده وهو متكون بايها وايتها ده بيكون ليه اعراب ثابت. اي ليها اعراب ثابت، والهاء ليها اعراب ثابت، واللي بيجي بعد ايها وايتها ليها اعراب ثابت. لاحظ بيقول لي لفظ الجلالة الله، لفظ الجلالة اللي هو الله لما تيجي تنادى عليه ينادى مباشرة وتكتب ألفه همزة قطع، همزة قطع. إزاي؟ يعني أنت ما يقول لك نادين على الله، السؤال ده بيجي في الامتحانات كتيرة، بيقول لي على هيئة صوب الخطأ، صوب الخطأ. تمام. الله، فأنت بتنادي عليه إزاي؟ الصح بتلازما تكتب لما تيجي تنادي عليه تحط همزة قطع على الألف دي، هتقول يا الله، يا الله، ده الصح، أو اللهم، أو اللهم. فهو بيقول لك بيجي لك السؤال ده في الامتحان إزاي؟ يقول لك صوب الخطأ، صوب الخطأ في يا الله. السؤال ده فيه خطأ ليه؟ عشان لو هو بينادي على الله كان المفروض يحط همزة قطع، يبقى أقول له خطأ تماما، هتبقى يا الله أو اللهم، الاتنين ينفعوا. تمام؟ الاتنين ينفعوا. الله هنا هيبقى منادى علم مفرد عشان هو لفظ جلالة تعظيم. تمام؟ تعظيم علم مفرد مبني على الضم في محل نصب. تمام؟ تمام. ناخد ملاحظة تانية عشان في بعض الملاحظات على العلم المفرد ده لازم تاخد بالك منها عشان دي بتتكرر كتير. بيقول لي لاحظ قد تحذف أداة النداء. قد تحذف إيه؟ قد تحذف أداة النداء. مثال بيقول لي قد تحذف أداة النداء. مثال مصر أنت أم الدنيا، مصر أنت أم الدنيا. أصلها لما يقول لي كده مصر أنت أم الدنيا، دي كانت أصلها إيه؟ دي أصلها يا حبيب قلبي أصلها يا مصر أنت أم الدنيا. السؤال ده أقسم بالله، أقسم بالله هو موضع امتحان، والله العظيم السؤال ده موضع امتحان، بتكرر كتير جدا جدا. بيجيب لك الجملة كده ويقول لك طلع لي المنادى، وتدور على أداة النداء مش لاقيها، وانت اساسا مش عارف ان ممكن أداة النداء تنحذف. أداة النداء ممكن تنحذف، وده بشكل مؤكد بتنحذف كتير جدا. فهنا المثال بيقول لي مصر أنت أم الدنيا، فأكنه بيقول يا مصر أنت أكنه بينادي على مصر، فبيقول مصر أنت أم الدنيا. فخلي بالك من الملاحظة دي عشان الملاحظة دي مهمة جدا جدا. هنا ممكن يحذف لي أداة النداء، فهنا بيقول لي مصر أنت أم الدنيا أصلها يا مصر أنت أم الدنيا. هعرف مصر هنا منادى علم مفرد مبني على الضم في محل نصب. ليه؟ لأنها هنا اسم دولة، عشان كده اسمها منادى علم. فخلي بالك بالله عليك من الملاحظة دي عشان الملاحظة دي مهمة جدا. مثال آخر، مثال سلاما شباب النيل في كل أي حاجة، كل أي حاجة. أصلها دي أصلها سلاما يا شباب النيل. شايف بيلعب على حاجات هايفة جدا وانت مش واخد بالك منها، فانت تخلي بالك وانت بتحل اي جملة. يعني هو بيقول لك سلاما شباب النيل في كل، هو هنا مش حذف لك، هنا حذف أداة النداء. انت لو مش عارف الملاحظة دي ولا عارف المعلومة دي والله ما هتعرف تحل، والله ما هتعرف تحل ولا هتعرف تطلع المنادى، وهتنك تدور في القطعة يمين في شمال وتنك تلعن سلسفين القطعة ومش لاقي المنادى.
وهو اساسا قال لك ان في ملاحظه عندك اسمها قد تحذف اداه النداء. هنا بقول لك سلاما شباب النيل في كل، اصلها سلاما يا شباب النيل في كل، سلاما يا شباب النيل، بس مش في اي حاجه. هنا ده بتعرب منادى. بس الفكره اللي انت ايه، الفكره ان انت تقرا الجمله صح وتشوف هل هو بينادي على حد في الجمله ولا بينادي على اي حد، وانت تقدر تطلع المنادى وتقدر تحط اداه النداء وتحل اي جمله. فانت لازم تخلي بالك من الملاحظتين اللي فاتوا عشان ملاحظتين مهمين جدا. تمام. بيديني سؤال بيقول لي وضح الفرق بين، وضح فرق ايه بين محمد اكتب الواجب ومحمد كتب الواجب. محمد اكتب الواجب ومحمد كتب الواجب. واحدة واحدة كده ونعرف نشوف هل دي منادى ولا. محمد اكتب الواجب اكنه بلديه، يعني بقول يا محمد اكتب الواجب، يا محمد اكتب الواجب، هنا بأمره يا محمد اكتب، دي اصلها يا محمد اكتب الواجب، انا بنادي على محمد عشان يكتب الواجب. هنا محمد كتب الواجب، دي جملة عادية مش فيها ولا اصل ولا بتاع، يبقى دي هنعرف محمد هنا منادى. يعني فرق الاعمى هيبص يقول محمد دي مبتدا ودي مبتدا، مفيش فرق يا مستر، لا اقول له غلط، اصلها دي يا محمد اكتب الواجب، عشان قلت لك قد تحذف اداه النداء. هنا يا محمد اكتب الواجب يبقى منادى على مفرد. هنا محمد كتب الواجب جمله عاديه مبتدا وخبر، مبتدا ادي محمد ده مبتدا، ده مبتدا مرفوع وعلامه الرفع الضم. فانت لازم تركز وانت بتحل اي جمله، مهم جدا ان انت تركز على ده. تمام. بيقول لك في ملاحظه ثانيه مهمه برضه لازم تاخد بالك منها، وهي بيقول لك المنادى العلم. المنادى الايه؟ المنادى العلم المركب تركيبا اضافيا، مركب تركيبا اضافيا يعرب منادى مضاف. هفهمك يعني بقول لك المنادى العلم اللي هو اسم انسان او اسم دوله لما يجي مركب تركيب اضافي، يعني في مكون من كلمتين، يعرب منادى مضاف. هديك مثال عشان تفهم الملاحظه دي. ناخد مثال على الملاحظه دي. مثال بيقول لي يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، بيقول لي اجتهد، يا عبد الرحمن اجتهد. افصل جمله الطلب هنا. عبد الرحمن، عبد الرحمن ده اسم انسان ولا لا؟ ايوه، وده علم مفرد، منادى عالم، حاجه منادى عالم، ده منادى. هل يا عبد الرحمن ده اسم انسان بس مكون من كلمتين، عبد والرحمن مركب اسمه، الكلمه دي اسمها مركب تركيبا اضافيا. عبد الرحمن بيتكون من كلمتين، عبد الرحمن مثلا عبد الشكور، عبد الصبور، دي كده نفس النظام. تمام. عبد الرحمن ده هتعرب عبد منادى مضاف. تمام، منادى مضاف عشان الرحمن دي هتبقى مضاف اليه. تمام، مضاف اليه. وبكده يبقى خلصنا حلقة النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بمعلومة واحدة. احنا كده نزلنا 3 فيديوهات عن المنادى وقلنا الحمد لله كل افكاره، ونزلنا فيديو عن المنادى المضاف وفيديو عن المنادى النكرة غير مقصودة والشبه المضاف، وده الفيديو الثالث وهو هيتكلم عن المنادى المبني. اتمنى ان انتوا استفدتوا من الفيديوهات دي قدر الامكان، وانا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.